أغنية كلام الناس ترجع للفنان والملحن المصري صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي سجل هذه الأغنية أو أدى هذه الأغنية سنة 1989. وصلاح الشرنوبي معروف عليه اشتغاله في تلحين وتوزيع الأغاني الطربية. من بين أهم المطربين الجزائريين اللي اشتغل معهم صلاح الشرنوبي هي المطربة الجزائرية وردة رحمها الله في أغنية بتونس بيك. وليس فقط وردة الجزائرية اللي اشتغل معها صلاح الشرنوبي، أيضا اشتغل مع مطربين عرب آخرين من بينهم سميرة سعيد، إيهاب توفيق، الفنانة ذكرى التونسية، وفنانين ومطربين آخرين. أما أول فنان عاود هذه الأغنية هو الفنان السوري جورج وسوف. وجورج وسوف سجل الأغنية سنة 1993 وأصدر ألبوم الأغنية في 14 ماي 1994 من طرف شركة ستار ريكس. أما فيديو كليب الأغنية فأصدر بعد عامين وبث على قناة MBC سنة 1996. وأغنية كلام الناس من كلمات المؤلف المصري الكبير أحمد شتى. ومن بين الأغاني أيضا اللي لحنها صلاح الشرنوبي للفنان السوري جورج وسوف أغنية روحي يا نسمة وأغنية يا ليل العاشقين. أما أغنية علاش يا بنت الناس للشاب حسني فجات مع ألبوم ما بقاتش الهدة، وأصدر الألبوم في صيف 1994. وشارك في توزيع وتلحين الأغنية كل من المايسترو الموزع الموسيقي مصطفى عسكر والملحن رستم بن علي، وشارك في ضبط الإيقاع المرحوم حسين نحال. وتم تسجيل الأغنية عند بوسيف شراك في استوديو ماستر. أما مصطفى عسكر فهو موزع ومايسترو موسيقي، اشتغل مع الشاب حسني في أكثر من 18 ألبوم. اشتغل أيضا مع الشاب نصرو في أكثر من 53 ألبوم. اشتغل أيضا مع الشيخ فتحي، اشتغل أيضا مع الشاب قديرو، مع الشيخ المازوزي، مع الشاب خالد، مع الشاب مامي، اشتغل أيضا مع فضيلة صحراوي، واشتغل مع أكبر الفنانين الجزائريين. من خلال حوار إذاعي على أمواج راديو الهند القديم، ولأول مرة وحصريا راح نستمعوا لتسجيل صوتي لمايسترو مصطفى عسكر اللي راح يحكي لنا القصة الحقيقية لأغنية علاش يا بنت الناس، اللي أكد فيها مصطفى عسكر أنه أول واحد مؤدي لهذه الأغنية هو جورج وسوف بعد صلاح الشرنوبي طبعا، وثاني مؤدي للأغنية هو الشاب حسن. والله يا عطيتني فرصة لهذه الأغنية هذه تاع علاش يا بنت الناس كلام الناس. هي والله شهادة لله. هذه الأغنية هذه تاع جورج وسوف، وحنايا كان واحد الوقت حسني كانت تعجبو بزاف، وجاب كلمات وما نعرفش انا الان ومانيش عارف شكون اللي كتبها، والله ماني عارف. باسكو حنا جانا غير بالسجيل تاعو جانا، وجا عندي وقال لي يا ودي مصطفى الا عندك هذه الاغنيه هذه. وكنت انا وبوسيف وحسين نحال، خاطر حسين نحال هو اللي خدم الايقاع و... وانا خدمت التوزيع، وعاودناها وقال لي اسكو عندك هذه. ودخلت داخل الاستوديو لا ريجي، وقعدت نتمرن فيها وندير لها دال ستركتور تاعها كيفاش ومن نسجل فيها. وهما كانوا في الكسموه كي كملها جا خدمها وصي خدمها واداها مليح وما شاء الله. وهذه كانت هذاك الوقت كانت شايعه. هذه هي القصه تاعها، هي تاع جورج وسوف، وحسني هو اللي عاودها وعاودناها ودارت صدى ودارت الحمد لله دارت سكسي. هذه هي. ومن يريد الاستماع للحوار والتعرف أكثر على مشوار مصطفى عسكر في أغنية الراي وفي المجال الموسيقي، ما عليه فقط التوجه لقناة راديو الهند القديم. في الأخير تحياتي لكل من المايسترو مصطفى عسكر، تمنياتي بالشفاء للملحن رستم بن علي، وتحياتي أيضا لبوسيف ستوديو ماستر ولكل الجمهور الكريم. سلام.